استنى لحد ما القارئ يتعلق ببطل روايتك واقتله. عزيزي الكاتب، خليني احكي لك في نصيحة 11 للكتابة ازاي تقتل بطل روايتك. دلوقتي تخيل معايا لو ده يبقى الخط الزمني بتاع الرواية بتاعتي، واحنا مقسمينه مثلا 3 تلات زي ما معظم الكتب بتعمل. اوعى تقتل بطل روايتك من اول صفحتين، يعني انت لو قتلته هنا هيكون التأثير بتاعه اضعف مليون مرة من لو انت مثلا قتلته في نهاية التلت التاني او في التلت التالت من الرواية بتاعتك، لان تأثير موت حد تعرفه بيكون اقوى مليون مرة من حد اول مرة تسمع عنه. زي كده بالظبط لو احنا بنقارنه بموت صديق عزيز عليك من موت مثلا حد من قرايبك اول مرة اصلا تعرف ان هو من بقية العيلة. غير كده في حاجة تانية مهمة قوي عايزك تاخد بالك منها، احنا مش بنموت الشخصيات كده وخلاص. يعني يكون ان انت هتموت بطل الرواية بتاعتك كلها لازم يكون ليه سبب مقنع. مفيش حاجة اسمها موته عشان القارئ يزعل او ان انت تأثر عليه عاطفيا، لازم يكون ده جزء من محركات الاحداث بتاعتك. الحاجة التانية هي افتكر دايما ان عشان القارئ يتأثر بموته فلازم برضو شخصيات الرواية تتأثر بموته اللي هي بتكون موجودة حوالين البطل، دايرة البطل يعني بشكل عام. احكي لي بقى عزيزي الكاتب، كم مرة استخدمت الأساليب دي وانت بتموت بطل روايتك؟